ايه اللي يخلي نجم زي هشام مليجي جيل التسعينات كله متعلق بيه مش موجود على الساحة دلوقتي، مع انه دفعة نجوم كتير في معهد فنون مسرحية زي احمد السقا ومجدي كامل وهاني رمزي وغيرهم كتير؟ متصالح حتى مع فكرة ان الحياة بتاخد الناس وانهم عادي يقعدوا فترة ما يعرفوش حاجة عن بعض، ولا حتى عنده فكرة انه يكلم حد من صحابه القدام اللي هم تقريبا كلهم نجوم دلوقتي عشان يطلب منهم شغل. الإجابة ببساطة إنه متصالح جدا مع فكرة إن كل واحد بياخد اللي مكتوب له، وإن كل يوم في أجيال جديدة بتطلع، يعني محدش هياخد زمنه وزمن غيره. بس طبعا دلوقتي مفيش حد بيطبق النظرية دي، فبالتالي الناس مش مستوعبة إن في حد بالشكل ده غير إن عنده عزة نفس عالية جدا، صريح واللي في قلبه على لسانه، ما عندوش فلسفة إنه يسكت عن حاجة عشان العجلة تمشي، ولا إنه ينافق حد عشان يطلع منه بمصلحة. بس بعيدا عن كل ده، هشام بعيد عن التمثيل بمزاجه مش غصب عنه، والأسباب كتير. أولاً لأنه عنده اهتمامات مختلفة كتير غير التمثيل، ثانياً لأنه أصلاً ما كانش بيحلم ولا حتى بيفكر يمثل في يوم من الأيام. خلونا نجيب الحكاية من الأول. هشام يتيم الأم والأب من وهو 15 سنة تقريباً، فولد صغير من غير أب ولا أم، و3 أخوات منهم 2 متجوزين وواحدة صغيرة ما عاشتش معاه، فطبعا واضح جدا ان الحياه كانت صعبه في طفولته. وهو صغير كان عنده حلم يطلع طيار مدني، ومن كتر حبه فيها كان بيذاكرها وهو في ثانويه عامه، وفعلا كان خلص اغلب الاجراءات علشان اول ما يخلص امتحانات يسافر يدرسها بره مصر. بس للاسف وفاه والدته رجعته عن القرار ده. وقتها جاله اقتراح من واحد قريبه انه يقدم في معهد فنون مسرحيه قسم ديكور، لان هشام برضه كان عنده مواهب في الرسم، وفعلا راح يقدم. لكن عشان اللي مكتوب على الجبين لازم هتشوفه العين، قدم تمثيل ونجح فيها جدا، وبدأ مشواره مع الفن، ومفيش دور عمله تقريبا الا وعلم مع الناس، وده طبعا بسبب اسلوبه المميز اللي كان مش شبه حد من جيله. عمل ادوار مميزه كتير في السينما والدراما والسهرات التلفزيونيه ومسرح الدوله، ومثل كمان قدام اسامي كبيره زي عمر الحريري ويونس شلبي ومحمود ياسين وغيرهم كتير، لغايه ما جه فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه وعمل دور هاشم اللي مكسر الدنيا لغايه النهارده، واللي قال فيه اشهر افيه في التسعينات: ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ افيه عمره اكتر من 25 سنه تقريبا، لكن لسه الناس بتستخدمه لغايه اللحظه دي. لكن المفاجاه اللي مش كتير يعرفها عن هشام انه فنان شامل، عشان كده نلاقيه كمان عنده مواهب في المزيكا، بيعمل مقطوعات موسيقيه من تاليفه والحانه، وبرضه بيعتبرها وسيله يعبر بيها عن اللي جواه. ولان مجتمعنا بيتعامل مع الراجل اكنه شيء لا بيحس ولا عنده مشاعر، لقى نفسه اكتر في المزيكا، بعيد بقى عن دوشه الاشاعات والترندات وكلام الناس اللي عمره ما بيخلص، ودخل عالم التأليف الموسيقي بمقطوعة اسمها أمل ضي الأمر. هشام مطبق في حياته مقولة اعتزل ما يؤذيك، ده اللي خلاه مثلا يبطل يتفرج على كورة، لأنه لقى الناس بتتعامل معاها أكنها مش منافسة شريفة فيها مكسب وخسارة، لقاها كلها تعصب وخناقات، فقام مكبر دماغه وبطل يتفرج عليها. كل اللي فات ده بيقول إن هشام شخصية مستقلة تماما عن أغلب الفنانين، ويمكن ده اللي مخليه مميز ومش شبه أي شخصية مشهورة. قلبه طيب ومتسامح لأبعد الحدود، وبالرغم من أي حزن عدى عليه في حياته دايما بيعمل اللي عليه عشان يسعد كل اللي حواليه.